دعت فرق أحزاب الأغلبية الحكومة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات والتدابير في سبيل الحفاظ على الأسعار في مستوياتها المعقولة، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وتنزيل مختلف الأوراق الإصلاحية والتدابير والالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي. جاء ذلك في بيان مشترك لرؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب أصدرته عقب اجتماع لرؤسائها يوم الاثنين بمناسبة اختتام الدورة الربيعية 2022-2023، خصص لتقييم حصيلة العمل النيابي خلال دورة أبريل للسنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية 11 2021-2026 على مستوى التشريع والمراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية. كما نوهت الفرق المذكورة بما سمته حكمة مكونات المجلس بالتريث في المصادقة على مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقين متعددتي الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد والتبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية الموقعين من طرف المملكة المغربية في 25 من يونيو 2019، مطالبة الحكومة بفتح مفاوضات جديدة بخصوص بعض مقتضيات هاتين الاتفاقيتين من أجل حماية المصالح المشروعة للمغاربة العالم.